جماهير الاهلي ملتزمه في المدرجات ما نزلتش، لكنه احيانا بترد بعض الازايز او بعض الطوب بالطوب، وان كان العدد اللي موجود في ارضيه ملعب غزل المحله غريب جدا، والعيال بداوا يلعبوها كما لو كانت تقسيمه غريبه جدا داخل الملعب يا فيصل. بالظبط يا كابتن، زي ما حضرتك بتقول، خلاص في ناس بتهرج بمنتهى الامانه، يعني واخدينها لعبه بيلعبوا، في ناس بتحدث طوب وناس بتحدث ازايز، وكله يقول لك اوت وكله يقول لك جون. قصه الان حتى مصور التلفزيون خرج وجري من مكانه، لانه كل الجمهور متوجه على الكاميرا عايز يعيد له الكوره، وكانه هو اللي هيكون الحكم، وكانه هو اللي هيحكم به، هو اللي هيكون. اعتقد ان المساله داخله في ازمه عنيفه جدا. انا عايز اقول لك انه اعداد الجماهير بتتزايد وبتتوافد في قلب الملعب، والطاقم التحكيم غير موجود. الامن يعني هيعمل ايه الامن؟ يعني بيحاول لكن في ظل الاعداد الغفيره جدا ده يا كابتن هيعملوا ايه؟ شايف الحقيقه جمهور الاهلي يعني في الملعب بيغني وبيرقص زي ما انا شايف، او الصوره جابتهم من شويه، هم بيرقصوا بيغنوا، يمكن طوبتين ثلاثه اللي اترموا فقط من هناك، لكنه واضح ان هم بيشجعوا فرقتهم هذه المره وعارفين مصلحتهم كويس قوي، فما بيخرجوش عن النص حسب ما انا شايف. يعني زي ما انت بتقول برضه يا كابتن، جمهور الاهلي ملتزم في مكانه تماما، لانه خلي بالك يا كابتن هم خايفين جدا وقلقانين جدا، لانه لو الامر تطور انت مش عارف بره في ايه، وفي الملعب زي ما انت شايف كل اللي حصل من جمهور الاهلي انه تراجع درجه او اثنين او ثلاثه من المدرجات عشان يبعد اكثر عن جمهور المحله، انه يطول حد فيهم. لكن اعتقد انه تبادل بس الطوب والازايز والكلام ده، وفي شماريخ وصواريخ بتنضرب ثاني. والله العظيم يا كابتن مدير الامن ماشي يعني بيبص كده في منتهى الخطر، هيعمل ايه؟ يعني القصه بالنسبه له في منتهى الصعوبه. عايز اقول لك انه بعض الاصوات العائله بتشد في الناس، ولكن اللي بيتشد بيزيد. يعني لما تقول له تعالى اتفضل بيزيد فيها، وكانه في خناقه. الاوقات الثانيه شوف حضرتك بيتوجهوا بالشواريخ والصواريخ بصوره عنيفه جدا ناحيه مدرجات جمهور النادي الاهلي. انا مش فاهم ليه يعني بيرجعوا ناحيه المدرجات بتاعتهم. طب انا معايا كابتن ابراهيم يوسف مدرب فريق غزل المحله. كابتن ابراهيم، ايه اللي بيحصل يا كابتن ابراهيم؟ كابتن ابراهيم، كابتن ابراهيم يوسف، انا احمد شوبير معاك. ايه اللي بيحصل يا كابتن؟ كابتن ابراهيم عليكم السلام. ايه اللي بيحصل؟ خط قطع للاسف الشديد، لكن خليني اقول بالظبط اللي بيحصل في اللي حصل في خلاص المباراه دي مش هتكمل، الموضوع انتهى، كل سنه وانتم طيبين. وبرضه خلينا نقول انه ده حلو وجميل ومفيش منه مشاكل، ومعلش يا جماعه وخلي الدنيا تبقى حلوه وخلي الناس تطمع فينا اكتر واكتر. جماهير الاهلي ملتزمه مستكينه تماما، وارجو انه ما يرموش حاجه، يفضلوا قاعدين والامن يحميهم بشكل واضح. جماهير المحله عدد كبير جدا موجود، يعني لو قلنا النهارده في المدرجات 15,000، في حوالي 13,000 موجودين في المدرجات كما هم، وفي حوالي 2000 واحد موجودين في الملعب. خلاص بصوا حضراتكم، ولد صغير، طفل صغير موجود بالظبط. هي موقعة الزمالك والافريقي، موقعة الجلابية تتكرر من جديد في استاد غزل المحلة. القصة بالظبط اللي ما كانش معانا انه المحلة تقدم بهدفين، في ادي كمان افواج من جماهير المحلة بتتوجه الى مدرجات النادي الاهلي. الجمهور، رجال الامن ما بيعملوش حاجه خالص، بيشيلوا بس البعض من جماهير غزل المحله. شالوا ولد كان هيقع، لكنهم لا يتصدوا لاي شيء على الاطلاق. ادي الصوره قدامنا، ادي عسكري طبعا، ده هيجيبوه في حقوق الانسان، ازاي يعمل كده؟ عشان حرام، عيب. انه بصوا حضرتك، ده منظر ملعب كرة قدم اللي انتوا شايفينه، ده منظر ملعب كرة قدم غزل المحلة والنادي الاهلي في استاد غزل المحلة. الامن فقد السيطرة تماما، الامن يفقد هيبته، وفي ناس همها انها تفقد الامن هيبته في هذا البلد. ومن العيب من غير المقبول على الاطلاق ان ده يحصل. عصايه جرتهم طلعتهم على المدرجات. واحد دلوقتي هيسخنه، هيقول له انت طالع ليه؟ انت هو، يلا ننزل تاني. الاهلي هيجيب جون تاني وتالت، وادي مراقب المباراه. هذا منظر لملعب كره. فيصل، اتفضل يا فيصل. عايز اقول لك يا كابتن ان جمهور الاهلي بدا ينسحب من المدرجات بالفعل، جزء صغير هو اللي مصر انه يبقى، لكن بدا جمهور الاهلي من الثانيه يمين والاولى يمين بداوا ينسحبوا تماما من المدرجات، لانه خلاص اصبح في حاله من العنف. يعني حتى انه جماهير المحله بتستخدم الشماريخ وتزقل على الجماهير، واعتقد
انه جماهير الاهلي بدات تنسحب من المدرجات. يعني الاولى يمين خلاص مدرجاتها فضيت تماما. الثالثه جماهير النادي الاهلي اجزاء منها بدات تفضى تماما، وجزء اللي هو الالتراس متمسك بالبقاء ومتمسك بالهتاف لفرقته والاغاني لفرقته. جمهور غزل المحله بس دون خروج عن النص عشان نديهم حقهم. بالظبط كده يا كابتن. نعم. جمهور غزل المحله الجزء اللي في المدرجات والجزء الاخر بدا ينصرف. في قوات الامن اقتحمت الملعب تماما، بدات تملا الملعب، بدات تملا ارض الملعب عشان تفضي الجزء ده، ووقفوا في نص ملعب النادي الاهلي وتركوا نص ملعب غزل المحله للجماهير تنصرف بنفسها عشان ما يحصلش اي احتكاك. فيصل قول لي قرار ياسر عبد الرؤوف الاول ايه؟ كان احتساب هدف ولا لا؟ في الاخر بيحتسب هدف. لا الاول في الاول خالص احتسب هدف. الصفاره الاولى ليه؟ لانه انا كنت ورا الجول بتاع غزل المحله، ورا المرمى غزل المحله. كويس. الصفاره الاولى لياسر عبد الرؤوف هدف. كويس. وجري على نقطه وسط الملعب. بعد كده سامح علي جاب كره اخرى حطها على ال6 يارد علشان يلعب ضربه مرمى. فلاعيبه المحله شاورت للحكم، اتجه الى اللاين مان بتاعه، بدا يبقى فيه مشاورات. جه محمد ابو تريكه وجده ياخدوا الكوره يحطوها في نص الملعب علشان يسنطروا انها جول. بدات بقى الخلافات من هنا، ووقف ياسر عبد الرؤوف جنب المساعد بتاعه لفتره طويله. في النهايه اعتقد انه القرار كان يعني اذا هو ما الغاش الهدف خالص. ايه ده يا كابتن؟ ما الغاش الهدف، احتسب الهدف. ما الغاش. لا يا كابتن، ما الغاش لدرجه انه حتى في الحوارات الطويله اللي كانت بينه وبين اللاين مان النادي الاهلي بدا يرجع في نص ملعبه علشان غزل المحله يبدا يسنطر على احتساب الهدف من ياسر عبد الرؤوف. في اللحظات دي حصل بقى الاقتحام اللي حضرتك شفته، لانه كل الجماهير كانت متخيله اذا سامح مصطفى المساعد انه الصفاره الاولى كانت هدف، وسامح مصطفى المساعد اعطى هدف وصمم على الهدف. بالظبط. يعني المشاورات دي امن على الهدف، وياسر عبد الرؤوف رجع دايره المنتصف عشان ينفذ ركله الهدف، وانه خلاص بيحتسبوا هدف بشكل كامل. لكن زي ما حضرتك شفت بعدها مباشره حصل المنظر اللي انت شفته. الحقيقه فيصل المنظر اللي قدامي انه يعني 85% او 90% من جماهير المحله ملتزمه في المدرجات، اللي انا شايفه باستثناء قله دلوقتي موجوده في الملعب، لكن كان في قبل كده حوالي 2000 واحد في المدرجات، وبرضه الغالبيه العظمى كانوا موجودين في المدرجات. الغالبيه العظمى من جمهور المحله كان متواجد في المدرجات، لكن برضه جزء كبير اقتحم الملعب وهو اللي عمل القصه دي كلها. عايز اقول لك بقى لوحات الاعلانات برضه مرميه، واللي متكسر واللي مش متكسر، ومنظر زي بالظبط موقعة الزمالك والافريقي. لكن الان في اللحظه دي يا كابتن قوات الامن زي ما بقول لحضرتك تمركزت على خط وسط الملعب بالكامل من اليمين والشمال، وقوات